يا ماما، انا رايح العب مع اصحابي في الشارع. لا، مفيش لعب غير لما تذاكر الدرس اللي انت اخدته. يا ماما، اشمعنى اصحابي يلعبوا في الشارع يا ماما وانا ما اروحش العب معاهم يعني؟ اصحابك ذاكروا الدروس اللي هم اخدوها، اما انت لسه ما ذاكرتش. ذاكر الدرس يا حبيب ماما وبعد كده روح العب براحتك. طب يا ماما، رايح اجيب حاجه من صاحبي واجي على طول. لا، عايز تروح فين؟ انت رحت مش هترجع دلوقتي. لا لا يا ماما، صدقيني هروح وارجع بسرعه، مش هتاخر. طب يلا روح وما تتاخرش، بس عارف اني اتاخرت هخلي ابوك يرنك علقه حلوه. حاضر. قال ايه يا اخوات المنحوس ده اللي مش عايز يتعلم؟ كل حاجه متوفره له وبنديهم دروس خصوصيه وبنذاكر لهم ومش عاجبهم كمان. يجي يشوفونا زمان احنا بقى لما كنا بنتعلم وكنا صغيرين، كنا بنتضرب ضربة موت، بس كان برضه عاجبنا وحلو على قلبنا لان كنا غاويين نتعلم صح. اروح العب مع حموكش بقى واصحابي وبعد كده برجع لك يا ماما. معلش سامحيني. يا رجاله. قابر شامة، هتروح الدرس النهارده؟ يا عم، اروح درس ايه؟ انا لسه ما ذاكرتش الدرس بتاع امبارح عشان اروح النهارده. يعني احنا اللي ذاكرنا يا اخي. طب بصيلي الكوره، يلا عايز العب معاكم. اهي. خدها زلطه. حلوه منك يا برشامة. خد انت يا حموكش. بص الكرة بسرعة يا رجالة عشان اللي هيقع ينزل في النص. خدها يا برشامة. ايه ده؟ يالا يخرب بيت رجلك، الكرة كسرت الشباك بتاع عمك حسني. طب بقول لكم ايه يا رجاله، انا رايحه اذاكر علشان عندي درس بعد شويه. بقول لك ايه يا اسطى، انا عايز الكرة بتاعتي. وانا مالي يا عم انت؟ وانا اللي ضيعت الكرة بتاعتك ولا ايه؟ انا رايح اذاكر انا كمان علشان عندي درس بعد شوية. اروح اقول لامي. يا لهوي، ايه اللي اتكسر ده؟ يا خرب بيتك يا حسنية، الشباك اتكسر. ادي اللي بناخده من عيال جيراننا، والله لا هرد على امهم. انا جيت يا ماما، يلا عشان نبدا المذاكره. كنت فين كل ده يا روح امك؟ كنت بجيب حاجه من صاحبي يا ماما. وتروح تجيب حاجة من صاحبك تقعد لك 3-4 ساعات بره؟ هو فين يا ماما ال3-4 ساعات ده؟ انا على دوب المشوار وجيت على طول. طب يلا تعالى اقعد جنبي هنا علشان اذاكر لك الدرس. يلا قول ورايا. قوم شوف مين اللي بيخبط على الباب. حاضر يا ماما. العوافي يا ام برشامة. اهلا وسهلا يا ام زلطة. تعالي اقعدي يا اختي اشربي شاي. انا جايه لك دلوقتي بسبب المحروس ابنك. ماله ابني؟ هبب ايه تاني؟ ماما، انا راح اشرب ميه وجاي. لا، ما تروحش مكان، استنى لما اشوف انت هببت ونيلت ايه على دماغك. ابنك كان بيلعب الكرة في الشارع مع اصحابه وضرب الكرة في الشباك عندنا، كسر لنا الازاز. ودي مش اول مرة تحصل، انا رديت عليكم قبل كده. خلاص يا ام زلطة، حقك علينا، الموضوع ده مش هيتكرر تاني، وانا لما يجي ابوه هخليه يرن حتة علقة حلوة. والكان على الشباك يا اختي احنا هنعمله لكم، ولا تزعلي نفسك ابدا، ده احنا جيران مهما كان. شكرا لذوقك يا ام برشامة، امشي انا بقى. خربتيها ومشيت يا ام زلطه. انما انت بقى لما يجي ابوك لازم يشوف لك صرفة معاك عشان انا تعبت وياك. ليه يا ماما بس؟ وانا عملت ايه؟ كل ده وعملت ايه؟ تكسر الشباك بتاع الجيران وتجيب لنا الكلام؟ وحياتك يا ماما انا ما كان قصدي، ده انا بلعب الكوره عادي خالص، هوب لقيتها لبست في الشباك. لابس في الشباك؟ ما هو بروح امك فاكر نفسك محمد ابو تريك. يا ماما، انا لعيبه على فكره. السلام عليكم. وعليكم السلام، كويس ان ابوك جه. في ايه صوتكم طالع لاخر الشارع ليه؟ تعالى شوف البيت اللي مش قادر احكمه. قلت له تعالى اذاكر لك من شويه ما سمعش كلامي، والا اروح اجيب حاجه من صحابه واجي. طلع بره يلعب الكوره، كسر الشباك بتاع الجيران، وام زلطه جايه وزعلانه. كسرت الشباك بتاع الجيران يا روح امك؟ صدقني يا حاج ما كانش قصدي. امال كان قصدي انا يعني ولا ايه؟ انت لازم تعلمه الادب يا حاج، ده ما بيسمعش الكلام خالص. انا لازم ارنك علقه حلوه، انت واضح كده ما بيجيش غير بالضرب. يا حاج ابوس على ايدك، انا جسمي نحس من كتر الضرب، انت كل مره تضربني. تعالى يا روح امك. هتروح مني فين؟ يا
ما تنسوش لو الحلقة عجبتكم تكتبوا لنا في الكومنتات وتقولوا لنا رأيكم وتعملوا لايك وشير علشان دي حاجة بتفيدنا جدا والله. ما تعرفوش انا قد ايه بتعب في الفيديوهات دي. كمان وما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب. انا بحبكم كلكم يا اصحابي. انا مش عايزكم حد فيكم يغيب عن الدرس بتاعه ويذاكر الدرس بتاعه اول باول. ايوه شطار حبايبي، اسمعوا الكلام وذاكروا اول باول علشان ما تتضربوش زي برشام ابني. والله يا ماما انا تعبت من كتر الضرب اللي باخده كل يوم منكم ده. انت تستاهل علشان ما تسمعش الكلام. بس متابعيني وحبايبي هيسمعوا الكلام وهيذاكروا الدروس اول باول. يلا باي.